ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيكون عن بلاتينوم لعبة انشارتد 1. مش هتكلم عن كل التروفيز، هي حاجة واحدة بس اللي هتكلم عن تروفي الكراشنج ديفيكالت، وهي انك تخلص اللعبة على اصعب صعوبة متاحة. المهم قبل ما نبدأ كده اعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل لو اول مرة تشوفني، ويلا بينا. انا كان فاضل لي تروفي الهارد والكراشنج عشان اطلع البلاتينوم، وقلت اخليهم في الاخر عشان البلاتينوم تطلع وانا بخلص اللعبة. المهم يلا بينا نبدأ بأول شابتر معاناة، وهو شابتر 4. مجرد التفكير بس فيه رفع ضغطي. المهم اسوأ حته فيه هي دي، انا مت لدرجه اني نسيت مت كام مره في الحته دي بس، ومن كتر الزهق قفلت اللعبه ودخلت انام وانا حرفيا شبعان بالهزيمه. ولا مش زي فيديو شادو اوف ذا توم بريدر، مش هقول لك قمت بقى وشغلت الجهاز وقلت انا لازم اجيبها ومش هقبل بالهزيمه، لا انا قبلت بالهزيمه ونمت عادي جدا. انا عرفت ان الموضوع صعب فعلا مش سهل، محتاج له بقى ايه تركيز وتخطيط وتفكير. المهم بعديها فعلا وبنخش بعدها على الشابتر الخامس وبنوصل للحته دي، وهنا مت كتير قوي. تعال اقول لك نصيحه انا بعملها في العموم. انا بحب فيديوهات البلاتينوم وبتفرج عليها، اتفرجت على 5 فيديوهات في سلسله كامله لكذا واحد، بس ما شفتش واحد بيتكلم عن المعاناه دي، هو ازاي جاب التروفي بتاعت الكراشنج ولا الحتت الصعبه ولا الكلام ده. قلت هو العيب فيا ولا في اللعبه ولا في ايه؟ اصل مش منطقي، البتاع فعلا صعبه. وفضلت اقرا تيبس وطرق لدرجه ان انا دخلت على ريديت، قعدت اقرا الناس عماله تتكلم عن الصعوبه وحاجات تعدي بيها ومش عارف ايه، ومفيش حاجه نافعه. وما لقيتش غير 3 بس اللي عاملين فيديوهات عن الكراشنج ديفيكولتي. واحد اسمه فلاي فريك، ده الفيديو بتاعه ممتع جدا جدا لاقصى درجه انت مش متخيلها. واحد جرب اللعبه على بروتل اسمه ذا جراي سكوت، ويوتيوبر عربي اعتقد انه سوري اسمه علي جمعه، هسيب لكم لينك الفيديوهات بتاعتهم في الديسكربشن. المهم فضلت اتفرج عليهم بتمعن، واخد الحلو من هنا على الحلو من هنا، واستفاد بالتريكات وان ابقى عارف مكانهم. بس اللعبه عشوائيه لدرجه غبيه، انت ممكن يتعمل لك ريسبون في حته تفضل تموت 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 فيها عشان انت بتعمل لك ريسبون، الاعداء شايفاك من طلقه او من طلقتين بيقتلوك. المهم في حته اسمها البلو روم او الغرفه الزرقاء، الاغلبيه بيقولوا عليها اصعب حته في اللعبه. ده انا عديتها من 3 مرات، قلت ياه يا ريت يبقى كله صعب كده، لحد ما بوصل للحته دي وبموت كتير قوي. بس بعديها وكل مره بجرب استراتيجيات جديده، لدرجه ان انا كنت باجي اقتل اول فيز من الاعداء واخش استخبى في الاوضه اللي بيبقى فيها اسلحه وذخيره دي، واحاول اضربهم وانا واخد كفر، اقتل واحد واقوم عامل رول بسرعه ان افضل اتدحرج على الارض كده عشان اطلع واضرب الاخير واعدي الحته دي، ونفعت معاك. بعديها باجي عند شابتر 7 اللي فيه المطاردة بتاعت العربية، ومت برضه فيه كتير قوي، وفي مرات كتير منهم كانت اصلا تعتبر ظلم بالنسبة لي. كل مرة كنت بدعي ان مش اول ما ابدأ الاقي العربيات بتضرب نار عليا اموت، لان هي فعلا هي ايه بتجيلك قوي طلقتين 3 في احسن الظروف. كده بوصل للشابتر الثامن اللي فيه اسوأ حاجة كنت عارفها وبحاول ازق لحد ما اوصل لها، وكنت بتمنى ان هي تتشال من ذاكرتي عشان اتفاجئ بيها، لان انا كنت عارف ان انا الحتة دي هتطلع عيني، وهي الجيت سكي. من أسوأ الحاجات اللي موجودة في اللعبة دي مرحلة الجيت سكي بجد. أنا قلت أشغل دماغي، ابتديت أموت فيهم واحدة واحدة، وأوقع البراميل اللي موجودة واحدة واحدة لحد ما فتحت البوابة. بس التحكم في جيت سكي صعب جدا، انت ممكن تبقى دايس اساسا بنزين تلاقيه يخبط في حاجة يبتدي ينط وما تعرفش ترجع تاني، تبقى عايز ترجع مثلا ايه عشان الشخصيه بتاعتك تعمل هيل عشان ما تموتش، تلاقي نفسك اخدت طلقه من مش عارف من فين وتقوم ميت، فمت ووقعت تاني. وبعد كده لحد ما فتحت البوابه، اول ما فتحت دوست بنزين على الاخر لحد ما خلاص بوصل لاخر حته وقربت اموت. الشاشه غامقه خالص بس هوصل اهو. اهو الجيت سكي بيطلع اهو نازل، بس بتجيلي طلقه من حيث لا اعلم، تقوم قتلاني وانا خلاص في الحته دي بالظبط. وانا قلت هو انا اتاثرت بالفيديو للدرجه دي؟ الفيديو بتاع سلاي فريك كان في نفس الموتة بنفس الطريقة الغبية دي. المهم بعملها تاني وبعدي منها، وهنا انا قلت انا هعمل ايه في الشابتر ال 12 اللي هو صعب فعلا، بس ما كنتش عارف ان في اسوأ منه جاي. المهم لما قلت لك بتفرج على فيديوهات علشان اخد استراتيجيات تساعد، عرفت حاجة ان لو واقف بزاوية عند الكفر بس مش مستخدمه، ممكن اقدر اضرب على الاعداء واعمل ايم عليهم وهو الرصاص بتاعهم مش هيجي فيا. سهلت عليا كتير. بعدها بوصل للشابتر ال 11 ويا الله على العذاب، انا فضلت في الحته دي ساعه حرفيا ويمكن اكتر، وكل مره كنت ببقى بسيب اللي معاه الماشين جن الاخير علشان اقتله واجري بسرعه استعمله،
علشان في دفعه هتيجي من المكان اللي انا ابتديت منه، ودي احسن طريقه تقتلهم بيها لان هم بيبقوا كتير. بس اول ما بقتله باخد طلقه طلقتين معرفش بيبقوا جايين لي منين، بيموتوني كل مره وبعيد من الاول تاني لحد ما شغلت دماغي قلت بتاع الماشين جن ده اقتله اول واحد، اسيب اللي بيبقى ايه واقف قدامه اللي معاه سلاح عادي ده هقتله باللي هي الطريقه بتاعت الران جانر، ان انا ابقى دايس ايم وهو كده كده هيصوب عليه وانا بجري اقتله بيها. وفعلا قتلته وبيظهروا، فقلت يبقى كده في وقت ان استعمله، وفعلا المخطط نجح وقتلتهم كلهم وعديتها. ودي كانت من اصعب الحتت اللي انا لعبتها في اللعبه. بعديها شابتر 12، وده انت المفروض تطلع النهر في براميل لازم تفجرها واعداء لازم تموته معاهم روكت لانشر، والجيت سكي بيرقص على الميه وبيعقب كمان عقباوي دم حامي دنيا دايره بالاسامي كل ده. لا وكمان بيقعد يحود منك كمان، حتى لو انت ماشي في خط مستقيم لازم يحود منك. شايف كل ده عديته من تاني مره عادي جدا. بس في مره انا مت فيها من الاعداء وقلت لا انا هعمل زي اي راجل عاقل بيفهم، اجري بحياتك وحاول تنجو يا متخلف. وفعلا الجري طلع نص الجدعنه وعدتها. في النص بقى اكتشفت ان في حتت لو انت جريت فيها دي بتساعدك، ان هي مثلا بيبقى فيها عدو او اتنين وبيبقى مثلا وراك مفيش حاجه ان هم يعرفوا يجولك منها، فبتفضل مستخبي فيها وبيجولك من اتجاه واحد بدل ما يقعدوا يبغتوك من كل الاماكن. لان انت وانت واخد كفر ممكن يرموا عليك متفجرات، حد يبقى بيضرب نار والتاني بيحاول يجيلك يفضل يتدنجل كده ويتسحب عشان يجيلك في الحته اللي انت واخد فيها كفر ويقوم ضربك من اليمين او الشمال. فانت حرفيا انت بتبقى عينك في وسط راسك، انت عمال تطلع فوق يمين شمال تحت فوق وعمال تبص في كل حته. بسبب الموضوع ده ساعات اللعبه بتنسى انك موجود اصلا، وبيبقوا قدامك ومش بيضربوا عليك، بيضربوا على الشخصيه اللي معاك مثلا. وانا كنت بصطادهم لحد ما بوصل للشابتر ال20. دي بقى فيها ايه؟ سنايبر، روكت لانشر، متفجرات، شوت جان، مسدسات ماجنم. تحس انهم بيحاربوا جيش. يا جدعان انا واحد بس، انتوا بتحاربوا شخص واحد بس، ايه لازمته كل ده؟ بتبدا في حته واسعه جدا عندك كل ده، بعد كده بتخش عند الحته اللي حرفيا زيتني نفسيا وهي مرحله الكنيسه. وهنا انا جربت كل الاستراتيجيات المتاحه لحد ما جربت واحده ونفعت. انا ابتديت ارمي المتفجرات الاول على اللي جايين ومعاهم الروكت لانشر، بعد كده خدت السنايبر، ابتديت اصطاد في اللي معاهم الماجنم وقمت عامل رول وخدت سنايبر تاني وقعدت اصطاد فيهم تالت ومات. وهنا شفت سولي بيجري، وكنت شفت الفيديو انه لما بيجري بيبقى فيه اعداء ورانا، فجريت قبله وفضلت اضرب عليهم. الطلقه خلص وموت. رجعوني معايا ايه بقى 20 طلقه في المسدس و24 في الام 4، ودول ما يعملوش حاجه. الاعداء عباره عن بلعات رصاص حرفيا. عديتها من تاني مره بالعافيه. ويجي الشابتر ال21 وعديته من تاني مره في الحته اللي كنت خايف منها لانها كانت صعبه. اول مره لعبت اللعبه وكنت بلعب على نورمال فكانت صعبه، قلت انا هعمل ايه عليها على الكراشنج بالمنظر ده. لم اكن اعرف ان اللعبه دي طلعت اسوأ ما فيا حرفيا، خلتني مستعد لاي حاجه. عمال ابص يمين شمال تحت فوق، ابص في كل الاتجاهات. اوصل لنهايه الرحله مع اخر شابتر بعد قتل اعداء كتير. بوصل لمرحله البوس الاخير ومع اول كويك تايم ايفنت بعديه من فرحتي نسيت ان لازم اجري بسرعه قبل ما يضربني بالشوت جان اللي معايا وبموت. ودي نفس الموتة اللي ماتها سلاي فريك برضو. هنا قلت في ايه بقى، ده انا عاصرت الشخصية بجد، انا متأثر بالفيديو للدرجة دي. المهم بخلصها وبنجح ان اجيب البلاتينوم فعلا. وانا حابب اقول ان حسيت ان اكتشفت علاج مرض السرطان ووصلت مصر كاس العالم وجبت الجون في النهائي وكسبنا الكاس. فرحتي كانت لا توصف بان انا جبت البلاتينوم في اللعبة دي. فعلا تجربة صعبة بجد، خلتني افضل مصمم ان اجيب التروفي، وفعلا استمتعت بالتجربة. اصل لم تستطع المقاومة فاستمتع، لازم هستمتع. وميزه التروفيز يا جماعه بتديك تجربه مختلفه للعبه وكميه ادرينالين ودوبامين غير قادر ان اوصفه ليك لما بتلاقي نفسك وصلت لحاجه تعبت فيها وجاتلك. المهم اقول خلاص كفايه كده؟ لا، ابتديت في انشارتد 2 وهبتدي ان شاء الله بعدها في انشارتد 3، واشوفكم الفيديو الجاي وسلام.